صباح الخير عليكم. عاملين ايه يا جماعة؟ انا حبيت اسلم عليكم وحابة انكم تدعي له عن ظهر الغيب. انا دخلت من جديد المستشفى زي ما شايفين بسبب الوعكة الصحية بسبب كورونا. آه، زي ما عارفين انا جات لي 3 مرات. تمام. بس خلت زي ما بنقول بعد العاصفة بيكون خسائر كتيرة بسبب المرض. أنا حابة صبيت أصور لكم المكان هنا في المستشفى. أنا بعيدة شوية على البيت، تقريبا بنص ساعة طريق زي ما شايفين. هنا المكان جميل جدا. أنا عندي أوضة لوحدي، الدولاب، الحمام، في دوش وفي كل حاجة. حبيت انكم تدعوا معايا، ربنا يشفيني، ربنا يقومني ويرجعني لبيتي ولأسرتي على خير. دعوتكم عن ظهر الغيب و40 دعوة مستجابة. وشكرا لكم. دلوقتي أنا فعلا موجودة في موقع تواصل تاني، يعني ما فيش ضغط، ما فيش تعب، ما فيه تصوير، ما فيه مونتاج بتاع فيديوهات، ما فيش لايفات، ما فيش يعني اني اقدر اطلع برا عشان اصور او اعمل جهد. انا ما بقيتش اطلع اصلا من البيت، بقيت اجلس كتير في البيت عشان بكون بتعب لما بعمل اي جهد بسبب كورونا. انا كورونا بقالي من 2 سنين يعني. وانا تعبانه، بس ما اخذت بزمام الامور بجديه اني ممكن اوصل للدرجه دي، اني حتى الاكل، يعني اكل اللي اعمله عشان اولادي ما بقدرش اسويه. فدعواتكم بالله عليكم اني اقوم بخير وعلى خير واتشافى وارجع زي ما كنت. حبيت اعمل لكم الفيديو عشان اطمنكم، عشان في ناس كتيرة بتبعت لي على القناة وبتسأل علي اخباري ايه. انا الحمد لله، مادام اني بقدر لحد الان اوقف على رجلي واتحرك، حتى لو بعض الاحيان بكون تعبانة ما بقدرش حتى اقوم من سريري. بس حابة تدعوا لي وربنا ما يحرمني منكم من سؤالكم عليا، وابقى اطلعكم على تفاصيل الامور. انا حجلس مدة شهر للعلاج، وان شاء الله نتقابل ونرجع تاني من جديد على القناة واشتغل عليها ان شاء الله.